سمعوا هاي الكارثة اللي يشيب إلها الراس. والله العظيم يوم أمس وصلتني مناشدة كارثية. تعرفون هاي الناس اللي موجودة أمامكم بالصورة متظاهرين أمام مستشفى اليرموك على شنو؟ هاي الناس ما عندها علاج بيولوجي، وزارة الصحة قطعت العلاج عليهم. مستشفى اليرموك خبرهم انه احنا عندنا هذا العلاج توفر لكم خلال سنة كاملة. انطوهم شهر واحد وقالوا لهم توقف العلاج. هاي الناس مصابة بمرض كرون، هذا المرض اللي ينهي الامعاء والجسم. هاي الناس واقفة امام المستشفى تريد تنقذ حياتها، وسط اليوم الزعامات السياسية، وسط الحملات الانتخابية اللي انصرفت عليها مليارات. اكو واحد مرشح او رئيس كتلة او رئيس حزب راح ووفر علاج لهاي الناس؟ 200 الى 300 نفر واقفين بباب مستشفى اليرموك. راحوا بعدها الى مدينة الطب، لكن مدينة الطب قالوا لهم ما عندنا لكم علاج، لان العلاج المتوفر عندنا يكفي بس المرضى الموجودين في مدينة الطب. زين هاي الناس وين تروح؟ هذا العلاج متوفر بالصيدليات من 1,000,000 و2,200,000 و3 ملايين. وزير الصحة وين؟ وزارة الصحة وين؟ وزير الصحة جاي يسمعهم ويشوفهم؟ يا عالم يا ناس، من 200 إلى 300 روح واقفة بباب مستشفى اليرموك يردون علاج بس حتى يعالجون نفسهم بيه، ما عندهم فلوس يشترونه من الصيدليات. والله العظيم بمكان هذا الترويج الانتخابي والمليارات اللي جاي يصرفونها والتريليونات لو موفرين بيها علاج لهاي الناس. الاحزاب والكتل اللي جاي تتصارع على الخمط من العراق وجاي تصرف مئات المليارات، سود الله وجوهكم على هاي الكارثة. لكن اليوم أنا كلامي إلى وزير الصحة، وكلامي إلى مستشفى اليرموك ومديرها، وبالخصوص وزير الصحة. خلال هاي الأيام إذا ما توفر العلاج لهاي الناس اللي ما تدري وين تروح وراح تفقد أرواحها بسبب إهمالكم، والله العظيم راح نطلع من المحافظات بمظاهرات شعبية على مود نوقف قبال وزاراتكم ومستشفياتكم حتى توفرون علاج لهاي الناس. شنو ذنب هاي الناس؟ وزير الصحة جاي يشوف وزارة كاملة بعظمتها ما تقدر توفر من 200 إلى 300 شخص ساكن بباب المستشفى قاعد ما عنده علاج، ما تقدر توفر جرعات بيولوجية لهاي الناس. لعد على شنو انتم وزارة الصحة؟ على شنو انتم وزارة اصلا ما تقدر توفر علاج بيولوجي للناس؟ وهذا مواطن فقير ما